مقتدر. فالله سبحانه وتعالى يرضى عن الصادقين. ومن أعظم ثمرات الصدق أن الله ينجي الصادقين من الكربات والشدائد بصدقهم. وكلكم يعلم قصة الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، ومنهم كعب بن مالك رضوان الله عليه، ذلكم الرجل الذي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجاه الله بصدقه. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله يقول له: ما الذي خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ يعني ألم تكن قد اشتريت الدابة لتلحق بها معنا إلى غزوة تبوك؟ فقال كعب بن مالك: يا رسول الله، والله لو جلست بين يدي أحد من أهل الدنيا، يعني بخلاف رسول الله، لخرجت من بين يديه بعذر فإني قد أوتيت جدلا. يعني لو كلمت غيرك لخرجت منها كما تخرج الشعرة من العجين كما يقال. يقول: لكنني إن حدثتك اليوم حديث صدق ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك عليه. يعني إن صدقتك، إن حدثتك اليوم حديث كذب، إن حدثتك اليوم حديث كذب أكذب عليك بكلمات معسولة حتى ترضى عني. يقول الرجل: فإنه لعلى يقين بأن الله الذي يعلم السر وأخفى سيخبر رسوله بما كان يكنه كعب بن مالك فيسخط الله عليه ويسخط عليه رسوله. يقول: ولئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك عليه، ولئن حدثتك اليوم حديث صدق تجد علي فيه، أي تغضب مني بسببه، فوالله إني لأرجو به عقب الله عز وجل. فقال النبي: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله في أمرك. فأمر النبي المجتمع المدني كله أن يهجر الثلاثة الذين خلفوا. انظروا إلى هذا الهجر الجماعي العجيب، انظروا إلى هذه التربية الفذة الفريدة. ثلاثة لا يكلمهم مسلم في المدينة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، بل وبعد 40 ليلة يرسل النبي إلى الثلاثة أن يهجروا الزوجات أيضا، فلا تكلم زوجة زوجها. ويأمر كعب بن مالك لأنه شاب فهو أشب الثلاثة، يأمر امرأته أن تذهب إلى بيت أهلها خشية أن تكلمه أو أن يكلمها أو أن يجامعها. أمر النبي ألا يأتي واحد منهم امرأته. انظروا إلى هذه التربية. ينطلق كعب بن مالك إلى الصلاة فيسلم على الناس فلا يرد عليه أحد، يذهب إلى ابن عمه وهو أحب الناس إليه، اضطر إلى أن يتسور جداره ليسلم عليه ويقول له: ألا تعلم أني يحب الله ورسوله؟ فلا يرد عليه، يكررها عليه 3 فيرد عليه أحب الناس إليه: الله ورسوله أعلم. يا إلهي، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ورباهم الله ورباهم المربي الأعظم رسول الله تربية فذة فريدة في عالم التربية. وبعد 50 ليلة ينزل الله براءتهم من السماء. يقف كعب بن مالك يصلي على سطح داره، وإذ بصحابي جليل مبارك لما قرأ النبي عليهم الآيات الكريمة الجليلة ببراءة الثلاثة هؤلاء، انطلق هذا الصحابي المحب: يا كعب بن مالك، يا كعب بن مالك، يركب فرسه فسبق الصوت الفرس، كما يقول كعب، فسبق الصوت الفرس لحب هذا الصحابي لكعب بن مالك ولفرحه بتوبة الله عليه. يا كعب بن مالك، يا كعب بن مالك، أبشر. قال كعب: فخررت ساجدا وعلمت أنه قد جاء فرج. قال: فبشره بتوبة الله عليه. قال كعب: فخلعت ردائي والله لا أملك غيره فكسوته له من فرحه بهذه البشرى. قال: وانطلقت استعرت ثوبين وانطلقت
فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه. اسمع كعب يقول ليه. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد سعد. قال: وكان النبي إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر. وكان النبي إذا سر، إذا سعد وفرح، استنار وجهه كأن وجهه فلقة قمر، قطعة قمر. فقال الرسول: أبشر يا كعب، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقال كعب بن مالك الفقيه: يا رسول الله أمن عندك أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. قال: لا، بل من عند الله. والله 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 ما نجى كعب بن مالك إلا صدقه، إلا صدقه بشهادة النبي. أما هذا فقد صدق. فمن أعظم ثمرات الصدق لمن يظن أن الكذب منجاة، لا، بل الصدق هو طريق النجاة. فالصدق يفرج، بفضل الله يفرج الله بالصدق الشدائد والكربات. ومن أعظم ثمرات الصدق أن يختم الله بخاتمة الصدق لأهل الصدق. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أولم تسمع مني آنفا قول الصادق رسول الله: وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، فيختم له بخاتمة الصديقين، ويبعث يوم القيامة ويحشر مع الصديقين، ويحشر إلى الجنة كذلك مع الصديقين. لا أريد أن أطيل النفس في ثمرات الصدق، لأنني أود أن أقف وقفة ولو سريعة مع الصادقين، لكن دعونا نقف هذه الوقفة مع هؤلاء الأبرار بعد جلسة استراحة يسيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.